عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله يا ربي الآن أو اليوم في هذا الفيديو سأحلل لكم مباراة غرناطة ومباراة فريق برشلونة على الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. ولكن قبل يا أصدقائي الدخول والشروع في تحليل هذه المباراة من قناة المحلل المجنون، أقول لكم يا أصدقائي أن تضغطوا على زر الاشتراك إن لم تكن مشترك، وأن تضغط على تفعيل الجرس ليوصلك أي جديد إن شاء الله، وأن تضغط لايك، وأن تضع كومنتير محفز لي ولقناتك المحلل المجنون إن كان بإمكانك فعل هذا الشيء. بسم الله ونتوكل على الله. أولا أقول مبروك لفريق غرناطة على الفوز الكبير على فريق برشلونة والكاسح أيضا على فريق برشلونة الإسباني الكتالوني، عكس فريق برشلونة الذي قدم مباراة سيئة، مباراة لم تليق باسمه ولا بتاريخه العريق. يعني المباراة كانت سهلة على الورق للفريق الكتالوني عكس الفريق غرناطة التي كانت صعبة على الورق، ولكن وقع ما وقع. وقعت الكارثة على رقعة الملعب، انقلب الأمر رأسا على عقب، ففاز فريق غرناطة بطريقة جميلة جدا، بتكتيك رائع، بإحضاره. يعني كان ذهنيا حاضر، كانت من ناحية التركيز حاضرا، كان من ناحية البدنية حاضر، لأنه كان في وسط الميدان يفتك الكرة بطريقة سريعة وبطريقة رائعة من لاعبي فريق برشلونة. مثلا عندما كان يكون ديونغ عنده الكرة، يعني تلقى بأن هناك لاعبين يحيطون به فيضغطون عليه، وهذا الأمر تكرر مع سيرجيو روبرتو، وتكرر مع أيضا راكيتيتش، ومع سواريز، ومع كريزمان أيضا، لأن فريق غرناطة كان كما قلت ذكيا. وحتى الهدف المبكر أعطاه دفعة قوية وأعطاه ثقة في النفس لكي يعني يتقدم إلى الأمام لكي يسجل هدف ثاني، وهذا ما حصل. سجل الهدف الثاني فكانت الكارثة يعني مضاعفة للفريق الكتالوني. عندما دخل ميسي وعندما دخل فيدال لم يتغير الأمر، بقي الأمر كما هو عليه بطبيعة الحال، لأن ميسي ما زال مصابا، فلا يمكنه أن يساعد الفريق أكثر مما فعل. كانت هناك اختراقات سلبية في عمق الدفاع الغرناطة، ولكن كانت بطريقة سلبية. لم نرى فريق برشلونة من ناحية وسط الميدان أنه تلك الوسط الميدان القوي، الوسط الميدان الصلب، الوسط الميدان الذي يصنع ويبني الهجمة بطريقة سريعة، بطريقة احترافية من الأطراف، في عمق الدفاع، في ظهر مدافعين. لم نرى أي شيء. رأينا وسط برشلونة يعني يدور بالكرة بطريقة سلبية جدا، وهذا ليس الفريق البرشلوني الذي تعوده جمهوره وتعودنا ونحن المتفرجون. على العكس، كان فريقا ضعيفا كما قلت ومرتبكا، عكس فريق غرناطة الذي لعب بطريقة احترافية. نعم، لعب على المرتدات، نعم، ولكنه استغل هجماته بطريقة صحيحة، فأتى بهدفين وكان له 3 نقاط. وهذا ما جعل فالفيردي في حالة صعبة جدا أمام الجمهور الكتالوني وأمام الصحف الكتالونية التي لن ترحمه إن تكرر الأمر مرة ثانية. يعني بكل صراحة فالفيردي مدرب فاشل، يعني بكل صراحة إنه مدرب فاشل، لم يعرف كيف يخطط، ولم يعرف كيف يصنع استراتيجية أو يصنع مجموعة. حتى أظن بأن الكلام عن مباراة ليفربول الذي خسرها بريمونتادا في يعني ليفربول، أظن بأن عندما تكرار الموضوع مرة بعد مرة أظن بأن الضغوطات زادت، أو عند جلب نيمار ولم يجلب نيمار الذي يعني تخلى عن الفريق من أجل المال ولم يعد مرة أخرى. أظن بأن الأمور كثيرة وكثيرة معقدة جدا في البيت الكتالوني، وهذا لن يساعده أبدا في حصد أي لقب إذ لعب بهذه الطريقة. يعني إن تلعب بهذه الطريقة أمام غرناطة، الفريق يعني المتواضع، لا أقول ضعيف ولكن متواضع في الدوري الإسباني. وهل بإمكانك أن ستجاري فرق كبيرة في دوري أبطال أوروبا كالسيتي، كدورتموند، يعني باريس سان جيرمان؟ هناك فرق باير، هناك فرق كبيرة جدا في دوري أبطال أوروبا. يجب عليك استعادة هيمنتك وشخصيتك لكي تدافع
أو تنافس على دوري أبطال أوروبا. زيادة على ذلك لم نرى كريزمان ولا سواريز. كريزمان لم يكن في مكانه، يعني عندما تجلب كريزمان تلعب يعني تشركه أو تضعه في الجناح الأيسر أو الأيمن، فهذا خطأ كبير. كان بإمكانك أن تجلب من أحسن الأجنحة في العالم لتضعهم في هذا المكان، لأن كريزمان ليس مكانه يعني لا الجناح الأيسر ولا الجناح الأيمن. سواريز اليوم كان متواضعا، لم يقدم أي شيء يذكر، كرة طائشة في الهواء. هذا أمر برشلونة. عندما كان الفرق يسمعون فريق برشلونة في السابق كانوا يعني يكون الفرق الأخرى مرعبة مرتبكة، ولكن اليوم عندما تسمع فريق برشلونة أظن بأنه بهذه الطريقة مع هذا المدرب الفاشل فريق عادي جدا. أتمنى لكم أن تكونوا استمتعتوا بفرجة مباراة برشلونة غرناطة، وأتمنى إن شاء الله يا ربي أن تكونوا استمتعتوا بتحليل محلل مجنون في قناة محلل مجنون. السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم محمد الغلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو آخر إن شاء الله.